السلام عليكم. اليوم غنوجد معكم الحريرة ديال البلبولة ولا الشيشة بطريقة سهلة ومذاق يا سلام. في قاميلة غادي ندير 4 كاس ديال زيت الزيتون مع بصلة متوسطة الحجم اللي طحنتها في الهشوار، وغادي نضيف ليهم قطع ديال الدجاج. غنحركوهم مزيان مع بعضياتهم ونخليهم يتشحروا لنا واحد الدقيقة في هذيك الزيت الزيتون. ورا ما تشحرات لينا البصله وقطع ديال الدجاج غادي نضيف لهم 3 ديال المطيشات اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه. غادي نضيف لهم 3 المعالق تقريبا ديال القزبور المعدنوس والكرافس اللي طحنتهم في الهشوار، ومعلقه كبيره ديال معجون الطماطم اللي ذوبته في الماء سخون. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القرقوم، معلقه صغيره ديال الكزبر المطحون، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير. غنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم ونخليهم حتى طلع معاهم الغليه ويتشحروا لينا مزيان. غادي نضيف له جبانيه ديال التشيشه ولا البلبوله اللي كتعادل ليا 200 غرام اللي غسلتها من قبل وصفيتها. انا استعملت شيشه رقيقه. وغادي نضيف ليها لتر ديال الماء اللي يكون سخون، ضروري يكون سخون الماء. وغادي نغطي عليها ونخليها طيب مده ديال نص ساعه. ولكن اهم حاجه واخا نغطيو عليها ونخليوها طيب مره غادي نبقاو نطلعوا عليها ونحركوها. الا ما طليتوش عليها وحركتوها غادي تلصق لينا ديك التيشه في قاع الكاميله وغادي تحرق. لهذا كل شويه نطلعوا عليها ونحركوها ونخليوها مده ديال نص ساعه. مورا ما دازت نص ساعه كتكون هذه النتيجه ديال الحريره ديالنا، وهذا هو القوام ديالها. تنديروها في الجبيبنات وتنقدموها. هاد الحرير انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تنوعوا بها في الطاوله ديال شهر رمضان. وفي ايام ديال البرد كذلك كتجي بنينه مذاقها زوين، اضافه للمنافع ديالها الصحيه. الا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو ليا لايك كومونتير زوين، تشاركوا مع الناس اللي كتبغيو، وتشتركوا في القناه. بصحه وراحه.